تخيل انك ممكن تاخد حسنات وانت نايم. والله مش لازم تكون صاحي عشان تاخد حسنات. في طريقة سهلة جدا واكتر من 90% من الطلاب ما يعرفوهاش اصلا. عاوز تعرف السر؟ تابع معايا الفيديو للآخر. أغلب الطلاب بيعانوا من التعب والإرهاق أثناء المذاكرة وبيحتاجوا يناموا كويس عشان يقدروا يركزوا. بس هل تعرف إن نومك نفسه ممكن يكون عبادة وتاخد عليه حسنات كمان؟ الموضوع بسيط جدا. كل اللي عليك تعمله هو نية النوم. ليه بتنام؟ لو نيتك إنك ترتاح وتتقوى على طلب العلم والعبادة يبقى نومك عبادة وكمان هتاخد عليه أجر بإذن الله. والدليل ربنا سبحانه وتعالى قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وتفسير الممات في الآية على قولين منهم النوم. وكمان الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيحتسبوا النوم عند الله. في قول مشهور عنهم: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. طيب إزاي كمان نزود الأجر أكتر؟ إن احنا نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. رقم 1: الوضوء قبل النوم. رقم 2: ننام على جنبنا اليمين. رقم 3: نقرأ أذكار النوم، آية الكرسي والمعوذات. رقم 4: التسبيح والتحميد والتكبير. هنسبح 33 مرة ونحمد ربنا 33 مرة ونكبر ربنا 34 مرة زي ما وصى النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة رضي الله عنها. وده من أسباب النشاط والقوة في اليوم التالي. مش بس هتاخد حسنات، كمان نومك هيكون مريح وهتصحى نشيط ومستعد اليوم مليان بركة وإنجاز بإذن الله. شارك المعلومة مع أصحابك وخلي نومك عبادة من النهاردة. أشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.